بسم الله الرحمن الرحيم. الدالة التربيعية دالة س بتساوي ألف س تربيع زائد ب س زائد ج. يبقى من اسمها دالة تربيعية يبقى أعلى أس فيها تربيع أو أس 2 يعني تبقى دالة من الدرجة التانية. يبقى الدالة التربيعية هي دالة من الدرجة التانية يعني أكبر أس فيها أس 2. بيقولي كمان ألف وب وج بينتموا إلى ح، يعني معامل السين تربيع ومعامل السين والثابت جيم التلاتة بينتموا إلى الأعداد الحقيقية، يعني بقى يطلعوا موجبين يطلعوا سالبين يطلعوا جذر كسر أيا مكان، يبقى مش فارق معايا، بس بشرط إن الألف اللي هو معامل السين تربيع ما يبقاش بصفر، لأنه لو بقى بصفر فما بقاش عندي سين تربيع. احنا أساسا أهم حاجة عندي هي السين تربيع اللي هي الدالة التربيعية، يبقى مينفعش المعامل بتاع السين تربيع يطلع بصفر، إنما أي عدد تاني ماشي. التمثيل البياني بقى للدالة التربيعية بيقول لي مثل بيانيا دالة س اللي هي بسين تربيع متخذا س بتنتمي في الفترة من -3 إلى 3. يبقى هو اللي بيقول لي عوض عن السين بالقيم دي من -3 لل3. طبعا احنا هناخد القيم اللي هي أعداد صحيحة، يعني هنقول السين احتمال ان هي تبقى +3 او -2 او -1 0 1 2 3. اخدنا القيم الايه الاعداد الصحيحة من اول -3 لحد 3. يبقى انا عندي كده 7 قيم، هو اللي مديني السين بتنتمي الى الفترة من -3 ل3، فانا هاخد القيم من -3 ل3 اللي هم دول 7 قيم دول من -3 ل3، وهكون جدول هقول السين -3 -2 -1 0 1 2 3. طب الصاد بقى اللي هي دالة س هتطلع بكام؟ أولا الاحتمال الأولاني لما هناخد السين +3 تبقى دالة السالب 3، يعني هشيل السين واحطها +3. دالة السين بسين تربيع يبقى هشيل السين واحطها بإيه؟ +3 تبقى -3 تربيع اللي هي ب9. يعني لما س +3 الصاد أو دالة السين هتطلع بكام؟ ب9. طيب دالة السالب 2 هنشيل السين ونحطها ب -2 تبقى -2 تربيع اللي هي ب4. دالة -1 هنشيل السين ونحطها ب-1 تبقى -1 تربيع اللي هي تديني -1. دالة الصفر هنشيل السين ونحطها صفر تبقى 0 تربيع اللي هي 0. دالة الواحد هنشيل السين ونحطها ب1 تبقى السين تربيع يعني 1 تربيع اللي هي 1. دالة الاتنين هنشيل السين ونحطها 2 تبقى س تربيع يعني 2 تربيع اللي هي 4. دالة التلاتة نشيل السين ونحطها ب3 تبقى السين تربيع يعني 3 تربيع اللي هي ب9. كده كونا الجدول، كل قيمة لسين قصادها قيمة لصاد اللي هي دالة السين. طب نبص بقى على القيم اللي احنا كاتبينها تحت، هنلاقي القيمة اللي في النص اللي هي دالة الصفر اللي هو العدد الرابع، قبل منه 3 وبعد منه 3. هنلاقي ده العدد الوحيد اللي مش متكرر، بعد منه فوق وتحته هتلاقي كله متكرر. فوقيه دالة السالب 1 ودالة الواحد الاتنين قيمتهم ب1. دالة السالب 2 ودالة الاتنين طلعوا القيمة بتاعتهم ب4. دالة السالب 3 ودالة الموجب 3 الاتنين القيمة بتاعتهم ب9، يعني هتلاقي التلات أرقام اللي يمين الصفر والتلات أرقام اللي شمال الصفر زي بعض متكررين. طيب نرسم بقى الكلام ده، الجدول اللي قدامي ده هنرسمه على الإحداثيات س شرطة ص شرطة. أول نقطة عندي اللي هي -3 و9، -3 في السين و9 صاد، يبقى همشي -3 شمال وهطلع فوق 9 واحط طبعا نقطة. تاني نقطة السين ب-2 يبقى شمال -2 وهطلع فوق 4 واحط نقطة. تالت نقطة -1 في السين يبقى برضو شمال -1 وفوق -1 ونحط نقطة. رابع نقطة 0 0 اللي هي نقطة الأصل، 0 س 0 ص. خامس نقطة 1 س 1 ص، يبقى همشي يمين 1 وهطلع فوق 1 واحط نقطة. سادس نقطة 2 في السين يبقى همشي يمين 2 و4 ص، يبقى هطلع فوق 4. آخر نقطة 3 س همشي يمين 3 و9 ص، يبقى هطلع فوق 9. كده عملت ال7 نقط أوصل بس ما بينهم. واضح إن الشكل اللي متوصل ما بينهم ده منحنى، اسم الشكل ده منحنى.
أقل قيمة فيه تحت هي القيمة ايه؟ صفر. طب دي أقل نقطة، ودي أهم نقطة عندي اللي هي النقطة الرابعة اللي في النص اللي قبل منها تلاتة وبعد منها تلاتة متكررين. القيمة دي بقى بيقول لي يا ترى إحداثي رأس المنحنى اللي هي القيمة دي، ودي أهم نقطة، أهم قيمة عندي كام؟ صفر وصفر. يبقى الإحداثيات بتاعت النقطة دي اللي احنا بنسميها رأس المنحنى الإحداثي بتاعها صفر وصفر في المسألة دي، لأن هي بتتغير طبعا من مسألة لمسألة. طيب القيمة الصغرى بقى اتفقنا أقل قيمة عندي اللي هي طبعا أقل قيمة في الصاد، ببص على الصاد اللي هي صفر. أقل قيمة عندي صفر، صفر في الصاد. يبقى بيسألني هنا على ايه؟ على صاد أو على الدالة نفسها. أقل قيمة للدالة، حتى بيقولك قيمة صغرى لمين؟ للسين ولا للدالة؟ للدالة. الدالة اللي هي ايه؟ اللي هي صاد. يبقى بيسألني على قيمة الصاد اللي هي صفر، في الحالة دي صفر. طيب منحنى الدالة بقى متماثل حوالين ايه؟ واضح ان هو متماثل حوالين محور الصادات. بص كده محور الصادات هتلاقي المنحنى اللي يمينه شبه المنحنى اللي شماله، صح؟ يبقى هو متماثل. هتلاقي النقطة اللي يمين اللي يمين صاد شبه النقطة اللي شمال صاد دايما. فتلاقي المنحنى متماثل حوالين محور الصادات اللي هو اسمه س بيساوي صفر. دايما محور صاد، محور صاد لو قلنا قول لي ايه هو محور صاد، هو المحور اللي فيه س بتساوي صفر. يبقى هو س بتساوي صفر. جبتها منين حتى لو انا مش عارفه ان هو محور الصادات ولا عارفه بيتجاب ازاي؟ من النقطه اللي فوق، من هي النقطه اللي في النص دي اهم حاجه. الاحداثي بتاعها قلنا صفر صفر. لما بيسالني عن اقل قيمه بتبقى القيمه اللي تحت اللي هي الصفر بتاعت الصاد. لما بيسالني عن محور التماثل بتبقى س بتساوي صفر. يبقى الثلاث اسئله بيتكلموا عن ايه؟ عن النقطه اللي في النص اللي هي النقطه الرابعه في كل مساله، هي النقطه الرابعه. هو غالبا بيديني 7 قيم دايما. طيب ناخد مسألة تانية عشان نفهمها أكتر. مثل بيانيا الدالة دالة س هنا بس تربيع ناقص 2، وبرضو متخذا س بتنتمي إلى نفس الفترة اللي هي سالب 3 و3. طبعا في مسائل تانية بيغير لي في الفترة، بس احنا المسألة هنا نفس الفترة اللي هي من سالب 3 ل 3. يبقى على طول أكون الجدول واكتب القيم بتاعت س اللي هي سالب 3 سالب 2 سالب 1 0 1 2 3، السبع قيم اللي مديهم لي. ونشوف بقى الصاد. لما السين أول قيمة بسالب 3، شيل السين وحطها بسالب 3، يبقى س تربيع ناقص 2 بكام؟ بسالب 3 تربيع ناقص 2. سالب 3 تربيع ب9 ناقص 2 ب7. طبعا انت هتحط الكلام ده كله على الآلة الحاسبة وتشوفها بكام. يبقى احنا كل اللي بنعمله ان بنشيل السين من الدالة وبنحطها بالقيمة اللي هي سالب 3. طيب تاني مرة هنشيل السين ونحطها بكام؟ بسالب 2. يبقى سالب 2 تربيع ناقص 2 تديني 2. يبقى لما السين بسالب 2 الصاد اللي هي دالة السين هتطلع بكام؟ ب2. طيب تالت احتمال لما س بسالب 1، شيل السين وحطها سالب 1، يبقى سالب 1 تربيع ناقص 2، الكلام ده هيديني سالب 1. تاني أو رابع لما السين بصفر، شيل السين وحطها صفر، يبقى صفر تربيع ناقص 2 يديني سالب 2. خامس قيمة لما السين بواحد، يبقى 1 تربيع ناقص 2 هتديني سالب 1. سادس قيمة لما السين ب2، يبقى دالة الاتنين هتبقى بتساوي 2 تربيع ناقص 2 اللي هي بموجب 2. آخر قيمة لما السين ب3، يبقى دالة التلاتة ب3 تربيع ناقص 2 اللي هي هتديني موجب 7. نبص كده على السبع قيم اللي جبناهم اللي بالطول دول، هنلاقي دايما القيمة الرابعة اللي هي في النص اللي هي دالة صفر. في الحالة دي دالة صفر، في المسألة دي دالة الصفر هلاقي قيمتها بسالب 2، ودي القيمة الوحيدة اللي مش متكررة. فوق وتحت كله متكرر. القيمة اللي قبلها على طول دالة السالب 1، واللي بعدها دالة الواحد، الاتنين بسالب 1 نفس القيمة. دالة السالب 2 ودالة الاتنين، الاتنين طالعين ب2. دالة سالب 3 ودالة الموجب 3، الاتنين بموجب 7. يبقى الثلاث ارقام اللي قبل والثلاث ارقام اللي بعد متكررين. طبعا هنمثل على الاحداثيات. اول نقطة عندي سالب 3 و7، سالب 3 س ونطلع فوق 7 ص. تاني قيمة سالب 2 وموجب 2، يبقى سالب 2 في السين وموجب 2 ص. تالت قيمة سالب 1 وسالب 1، سالب 1 س وننزل تحت سالب 1 ص. رابع قيمة صفر س وننزل تحت سالب 2 ص.
خامس نقطة 1 س وسالب 1 ص. أنا بس بحط النقط، طبعا سهلة جدا واخدينها من قبل كده في كل السنين اللي فاتت. ازاي أمثل أي نقط على الإحداثيات؟ نقطة 2 و2، 2 س و2 ص، وآخر نقطة 3 س 7 ص. كده لو وصلت ما بين ال7 نقط دول هيطلع عندي منحنى ليه قيمة تحت خالص اللي هي بنسميها القيمة الصغرى، وليه النقطة اللي في النص، ودي أهم نقطة وهو بيسأل عليها كل الأسئلة. النقطة الرابعة اللي في النص اللي قبلها 3 شبه ال3 اللي بعدها. طيب النقطة دي لما بيسأل على إحداثياتها، لما بيقول لي إحداثي رأس المنحنى، يبقى بيسأل على القيمتين الس والص، الإحداثيات بتاعتها 0 وسالب 2. يبقى لما بيسألني عن إحداثيات رأس المنحنى اللي هي أكيد النقطة اللي تحت، النقطة الرابعة، يبقى بيتكلم على س وعلى الص، يبقى 0 وسالب 2. طب لما بيسأل على القيمة الصغرى للدالة، الدالة اللي هي الصاد، القيمة الصغرى هي ايه؟ سالب 2. يبقى بص عيني على الصاد مش على السين، مش الصفر اللي فوق، لا بتكلم على الصاد. أقل نقطة هتلاقيها السالب 2 اللي تحت دي، يبقى بيسألني على ايه؟ على الصاد مش على السين. يبقى نفس النقطة اللي هي 0 وسالب 2، بس بيسألني هنا على الصاد، على الدالة، ما هي الدالة اللي هي صاد. طب لما بيسألني بقى على محور التماثل، أو بيقول لي منحنى الدالة متماثل فين؟ حوالين محور الصادات، اللي هو المعادلة بتاعته س بيساوي 0. دايما محور الصادات معادلته س بيساوي 0. طب مش عارفاه أجيبها منين؟ أهي، ما هي نفس النقطة 0 وسالب 2. بسأل بقى هنا على إيه؟ على السين. المحور بتاع التماثل أو الدالة متماثلة حوالين المحور س بتساوي 0. بيسأل عن المعادلة يبقى على طول بالسين، س بتساوي 0. آخر مسألة هنمثل بيانيا الدالة اللي هي 2 ناقص س تربيع. على طول هنكون الجدول لما القيمة بسالب 3. أول حاجة س بسالب 3، يبقى في الدالة على طول هنحط الس بسالب 3. احنا اتفقنا ان برضو من الفترة سالب 3 ل3 على طول. يبقى أول قيمة عندي من سالب 3، يبقى دالة السالب 3 ب2 ناقص سالب 3 تربيع. الكلام ده هيديني سالب 7. يبقى القيم ال7 بتوع السين زي المسائل اللي فاتت بالظبط، حتى نفس الفترة مديهالي من سالب 3 ل3. القيمة الأولانية للسين بسالب 3، هنشيل السين ونحطها بسالب 3. طيب القيمة التانية للسين سالب 2، يبقى هنشيل س ونحطها سالب 2. يبقى دالة سالب 2 ب2 ناقص ما بين قوسين سالب 2 تربيع، الكلام ده هيديني سالب 2. تالت قيمة لما س بسالب 1، يبقى 2 ناقص ما بين قوسين سالب 1 تربيع، الكلام ده هيديني 1. طيب دالة الصفر اللي هي رابع قيمة، هتلاقي دالة صفر بإيه؟ نشيل الصفر نشيل السين ونحطها بصفر، يبقى 2 ناقص صفر تربيع، الكلام ده هيديني 2. دالة الاتنين، يبقى شيل السين ونحطها ب2، يبقى 2 ناقص 2 تربيع، تديني سالب 2. آخر حاجة لما س ب3، يبقى دالة التلاتة ب2 ناقص 3 تربيع اللي هي تديني سالب 7. واضح كده من ال7 قيم برضو زيها زي المسألة اللي فاتت. من ال7 قيم القيمة الرابعة، الدالة الرابعة اللي هي في الحالة دي دالة الصفر، عشان المسألة مديني من سالب 3 ل3، ساعات بيغير لي الفترة. دالة الصفر هلاقيها القيمة بتاعتها ب2، ودي القيمة الوحيدة المختلفة. التلات قيم اللي فوق شبه التلات قيم اللي تحت، هلاقي دالة السالب 1 زي دالة الواحد ب1، دالة السالب 2 زي دالة الاتنين بسالب 2، دالة السالب 3 زي دالة التلاتة بكام؟ بسالب 7. هنمثل بقى على محور السينات والصادات، طبعا على الإحداثيات يعني. أول نقطة سالب 3 وسالب 7، يبقى في السين سالب 3 همشي شمال وهنزل تحت سالب 7. تالت نقطة سالب 2 و2، يبقى همشي شمال للسالب 2 في السين وهنزل تحت للسالب 2 في الصاد. تالت نقطة سالب 1 س و1 صاد. رابع نقطة 0 س و2 صاد. خامس نقطة 1 س و1 صاد. سادس نقطة 2 س وسالب 2 صاد. آخر نقطة 3 س وهنزل تحت سالب 7 صاد. هوصل بقى ما بين ال7 نقط دول، هلاقي المحور أو المنحنى هنا بالعكس، بدل ما هو كان بقى كأنه 7 كده، بقى كأنه 8.
يبقى القيمة اللي فوق دي اسمها القيمة العظمى لأن هي أعلى قيمة عندي. وأهم نقطة عندي النقطة الرابعة، رابع نقطة في الجدول، اللي هي إحداثياتها في الحالة دي 0 و2. بتكلم على س وعلى الصاد، طالما اتكلمت على الإحداثيات يبقى س وصاد. طيب القيمة العظمى للدالة يبقى للصاد، ما هي الدالة هنا اسمها صاد، يبقى القيمة العظمى هنا 2. بتكلم على الصاد. يبقى القيمة العظمى لنفس النقطة اللي هي الرابعة. كل الأسئلة بتتكلم على الإيه؟ على النقطة الرابعة اللي هي إحداثياتها 0 و2. القيمة العظمى بتاعتها يعني الصاد 2، محور التماثل بتاعها يعني السين ب0. يبقى النقطة نفسها إحداثياتها 0 و2. بنتكلم على القيمة العظمى للدالة يبقى بتكلم على صاد اللي هي 2. بتكلم على محور التماثل يبقى بتكلم على س. المعادلة بتاعة محور التماثل هي س ب0 اللي هو طبعا محور الصادات.